السلام عليكم. شاهد الفيديو ولا تنسى دعمنا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وفعل زر الجرس لتتوصل بكل جديد. ركلة البداية للهلال في المباراة تبدأ بتمريرة معادة باتجاه عبد الله المعيوف لقب الدوري السعودي اليوم إلى جانب كل عناصر الاتحاد. هم يقتربون أكثر وأكثر إلى التتويج بلقب الدوري بقميص الاتحاد. الكرة ملعوبة لياسر الشاراني ثم مصعب إلى ياسر من جديد. ياسر يلعبها لمصعب على الجهة اليسار، مصعب بعرضية، إيجالو مع الكرة واصلة لياسر إلى إيجالو في المحاولة، لكن الكرة تقطع. ثم كل متواجد في منطقة جزاء الهلال. الاتحاديين يبحثون عن فرصة الهدف الراسية، لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب. الإعادة مرة أخرى، كان حجازي اللي ضربها ولا مين؟ إلا حجازي اللي ضربها، لكن على كل حال إلى كرة عند أحمد بامسعود في الجهة اليسار. مرور كان رائع من بامسعود. بالمناسبة بامسعود واحد من ثلاثي يلعبون بقميص الاتحاد في مباراة الليلة. الكرة اللعب للاتحاد إلى فرصة إلى عبد الرزاق إلى تسديدة. كورنادو يسجل هدف اتحادي أول. النمر منطلق تلبية لنداء البطولة. الاتحاد الليلة يلعب المباراة، الأصفر والأسود يملأ المكان الآن. شوف الكرة وشوف الانطلاقة، الكرة لعبد الرزاق، العودة بالكرة لكورنادو، وكورنادو في مرمى المعيوف. هدف أول للاتحاد. الاتحاد يبدأها مبكرا، يبغى يغلق حسابات الدوري من بدري، يسجل الهدف الأول عبر كورنادو. وشوف الفرحة في مدرج الاتحاد، فيها بحث مباشر عن المرمى بدون أي تأخير. الكرة اللعب بالراس واصلة إلى إنريكي يلعب عرضية إلى روما. هذه المرة المعيوف له قرار أمام الاتحاديين، تصدى لكرة روما. الاتحاد من بعد الخسارة من أمام التعاون ظهر منتفض في مباراة. كورنادو أخذ الإذن في تنفيذ الكرة الثابتة. كورنادو يستعد، كورنادو أرسل كرة، المعيوف تمكن منها. الكرة إلى رومارينيو. روما ما زال يحافظ على كرة بعد على الخيار أحمد بامسعود. المعيوف يلعب كرة طويلة في الأمام، كرة بالراس مقطوعة، ترجع مرة أخرى للاتحاد إلى روما مع كرة من الجهة اليمين عرضية. الله، لقطة حلوة كانت من عبد الرزاق وأحلى من عبد الله المعيوف اللي تصك الراعي إلى فييتو، ثم فييتو أرسلها في الجهة اليمنى. اللقطة العرضية والراسية، لكنها إلى خارج أرضية الملعب. حتى الآن الاتحاد، لكن العنوان الوطني المختصر هو اللي يوجد لك العنوان السهل ب4 حروف و4 أرقام، يسهل لك فترة طويلة. الكرة اللعب واصلة إنريكي بتمريرة راحت إلى رومارينيو. روما مع الكرة في الجهة اليمين. إنريكي بعد العرضية، هنا عبد الرزاق، التمريرة من حمد الله. جول! خلاص الاتحاد يلبي نداء البطولة. ليس فقط مدرجات الاتحاد اللي جنودها كل شيء في جدة وكل بقعة في السعودية عليها مشجع اتحادي جنونهم في لحظات جنونية. يا لها من لحظات، يا لها من أيام، يا لها من قائمة ستكتب بمداد الذهب، يا لها من قائمة ستذكر الاتحاديين بأجيال الذهب. الليلة قائمة تعلنها الاتحاد إلى لقب الدوري. ليس هناك من يعيق الاتحاد. في 8 استقبل 10 أهداف وخرج بشباك نظيفة 4 مرات. حقق انتصارات في الكلاسيكو أكثر من جروهي، لكن اليوم عبد الرزاق حمد الله بعاتقة ربما يبحث الاتحاد عن الثالث ويصل للثالث. لا، الكرة مبعدة من المدافعين. تحركات من لاعبين الهلال في منطقة الجزاء. الكرة اللعب واصلة باتجاه كاريو مع الكرة،
ملعوبة على الجهة اليمين، مصعب الجوير بعرضية، الله! مطالبات من لاعبين الهلال بأن الكرة اجتازت خط المرمى. حكم المباراة شوف الإعادة مرة أخرى، هذه الإعادة بالبطيء، اللقطة اللي تصدى لها جروهي لكرة مصعب الجوير، إعادة في أكثر من زاوية. هل تجاوزت الكرة خط المرمى؟ في أكثر من مكان، هل تستطيع أن تتثبت بإذن؟ والكرة الهلال كان قريب من رسم سيناريو مفاجئ في امام الاتحادين. القائم كان له راي اخر، تصدى للكره جروهي، لم يصل للكره، القائم تكفل عن جروهي بهذه اللقطه. المدافعين هم من ساعدوا جروهي في ابعاد الكره، ثم بعد ذلك القائم الى ركله ركنيه، الركله الركنيه الهلاليه اللعبت في منطقه الجزاء، الابعاد من حجازي الى ركله ركنيه من جديد للهلال. شكرا لكم أيها السيدات والسادة على طيب المتابعة، نلتقيكم في شوط المباراة الثاني. الكلمة أتحول بها جديد الحديث عند تركي عن أبرز ما جاء في شوط المباراة الأول. تركي أكد حتى الآن من غادر بالنسبة للهلال، إذا كاريو من ترك شوط المباراة الثاني في مباراة الليلة جاء في مكانه. مرت اتحادية على الجهة اليمنى، انريكي يمر الكرة في الأمام، عبد الرزاق كان قريب جدا. عبد الرزاق حمد الله عدى، حافظ على كرته، يلعبها لإنريكي إلى روما، الراسية من روما مبعد الكرة. اللقطة كانت قوية، عمر هوساوي واقع على أرضية الملعب، وهذه العرضية اللي لعبها رومارينيو، هذه اللقطة اللي كانت أمام حكم المباراة وقال بأنه شاهد اللقطة كاملة بأنه الجانبية. كرة في اليسار ملعوبة عرضية، قالوا لقطة في النهاية فيها صافرة وفيها مخالفة لمارسيلو جروهي على على قدم مارسيلو جروهي، قالوا بهذه اللقطة لذلك صافرة بإعلان وجود مخالفة وركلة حرة مباشرة. نعم هذه اللقطة واضحة معك عزيزي المشاهد، تدخل قالوا مع جروهي، والقرار لا ننسى الكوماندوز والقادسية. الكرة تلعب إلى ماريجا مع الكرة في الجهة اليمنى، أو قالوا لعب كرة من الجهة اليمين إلى عرضية داخل منطقة الجزاء. فييتو أرسل كرة بعيد على الجهة اليمنى، سعود يلعب كرة قالوا إلى ماريجا، وماريجا جاءت في المكان اللي فضله، لكن حجازي تدخل في وقت مهم. إلى كورنادو، إلى فييتو يلعب كرة عرضية في منطقة الجزاء، ميشايل، الله يا هو انقاذ، شراحيلي انقذ في مرمى الاتحاد من كرة كانت عابر سبيلها لمرمى الاتحاد. شراحيلي وقف للكرة على مرتين، انقذ مرمى الاتحاد. الكرة في النهاية الى خارج ارضية الملعب، الى ركلة مرمى. هذه الإعادة امامك، شراحيلي قبل وصولها قالوا في المرة الأولى، وثم الاتحاد أكثر فريق تعرض للخسارة من أمامه بدوري المحترفين هو الهلال، لكن اليوم الاتحاد الراغب في العودة للقب. عند كرة إلى عبد الرزاق، إلى تسديدة من عبد الرزاق بعيدة عن المرمى، مرت إلى خارج أرض عبد الرزاق. كان بوسعة مع الفرصة أن يطوي صفحات المباراة، حمدان انطلق، عبد الله يلعب كرة في اليسار، عبد الله أرسل كرة لياسر الشهراني إلى إيجالو، مرت الكرة إلى حارس المرمى من الشهري، عدت إلى جروهي. الثنائي هذا وين راجع في الخلف لتغطية الكرة الماضية، الكرة اللي جاء فيها قرار صافرة مخالفة، ركلة حرة مباشرة للاتحاد. عدم الحجازي، مرت الكرة طويلة بالأمام، عدت الكرة بالراس، واصلة للهلال إلى محاولة، الكرة للهلال على الجهة اليمنى إلى محاولة لمحمد البريك بعرضية في منطقة الجزاء.
حجازي وقروهي، حجازي وقروهي، الجدار الاتحادي منع الهلال، والكرة مستمرة هلالية خطرة، البريك بعرضية، أبعدت الكرة واصلة لسعود، سعود إلى البريك، محاولة لاتحادي هذه الكرة اللي فيها مخالفة لهارون كمارا. شوف اللقطة اللي نجح فيها قروهي على ممكن يرجع فيها لحكم الفيديو. الكرة من جديد، هل الهلال تمكن من التسجيل؟ مطالبات بالعودة لتقنية الفيديو من الجماهير الهلالية. الحكم يطلب من الجميع الهدوء، لأنه بالنهاية هذه القرارات تأتي أولا من حكام الفيديو. هل لقطة مرت كامل محيطها للوهلة الأولى تشوفها؟ نعم، يعني حجازي طلعها من بعد ما تجاوزت الخط الأخير. إذا نعم، هدف للهلال، الهلال يتعادل في المباراة. نعم، الهلال جهة اليسار، الرمية الجانبية منفذة ومعها أيها السيدات والسادة، أيها الأحبة الكرام، أعلن حكم المباراة السيد فرناندو ريفاليني الحكم الأرجنتيني بصافرة عن نهاية أحداث مواجهة هذه الليلة. شكرا على المشاهدة. لا تنسى دعمنا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وفعل زر الجرس لتتوصل بكل جديد.